السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة اليوم من برنامجكم لمة رمضان. يسعدني ويشرفني أن تكون ضيفة حلقتنا الأستاذة رانيا سلامة. أستاذة رانيا، بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا بك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبة يا أبو رانيا. عايزة أسألك شوية أسئلة. اتفضلي. رمضان بيمثل لك إيه؟ رمضان يعني التراويح، يعني الصلاه، يعني الروحانيات بتاعت السنه كلها. رمضان يعني نستنى للسحور لما يجي ونفضل صاحيين. رمضان يعني قراءة القرآن، يعني لازم نخلص القرآن كله مرة أو مرتين في الشهر. رمضان حاجات كتير. واحنا صغيرين بقى رمضان بالنسبة لنا الشيخ الشعراوي قبل الفطار، والفوازير بعد الفطار، واللعب في الشارع للسحور. كتير. طب تقدري حضرتك تقولي لنا ذكرياتك زمان في رمضان؟ ذكرياتي في رمضان، كنت بصحى من النوم اروح المدرسه، وبعدين نرجع. نفضل تعمل اي حاجه، واجب، نذاكر، نعمل اي حاجه لحد ما ما الفطار يجي. قبل الفطار ما يجي بنص ساعه كده نقعد نسمع الكرتون اللي بيجي قبل الفطار، وبعدين الشيخ الشعراوي، وبعدين الفطار يجي نفطر. بعدها نسمع بقى الفوازير نيلي وشريهان والمسلسلات لحد ونصلي بقى. طبعا العشاء تبدا تروحي بقى تصلي التراويح بتاعتك. اما دلوقتي بقى بالنسبه لي رمضان لازم اصلي المغرب قبل الفطار، وبرده بعد العشاء لازم التراويح والقران، وبالنهار لازم بخصص جزء من وقتي عشان القران يخلص، اخلصه المصحف مره او اتنين في الشهر. فرمضان بقى بيختلف طبعا زمان عن دلوقتي. يعني وانا صغيره كان رمضان مفيش موبايلات ولا كان في نت، فكان في الناس، كان في ممكن مثلا تلاقي حد جايب لك اكل من عنده وانت رايحه كده. لكن وما كانش، كان الناس بتقعد مع بعض كتير. لكن رمضان دلوقتي برضو ما هوش زي الاول، لان الناس قاعده على التليفونات، النت بقى، وكل واحد احنا قاعدين نشوف بنعمل ايه. الاكلات اختلفت، الناس نفسها اختلفت، فالموضوع مختلف عن زمان بكتير. حتى مسلسلات رمضان لما الناس بتسمع، زمان كان لها توقيت معين ما كانش بيتعاد، فكان كلنا نقعد لما نسمع المسلسل ده في التوقيت ده. لكن دلوقتي انا ممكن ما اسمعش المسلسل، اسمع الحلقه على اليوتيوب بكره او اي وقت. فرمضان زمان كان احلى من دلوقتي. طب تقدري حضرتك تقولي لنا بعض المسلسلات اللي حضرتك كنت بتتفرجي عليها زمان في رمضان؟ وانا صغيره رأفت الهجان، ليالي الحلميه. دي كنت صغيره خالص يعني. اما وانا يعني بالتالي في اعدادي ثانوي كده كان عائله الحاج متولي، كان لن اعيش في جلباب ابي. طبعا دي من المسلسلات اللي محدش بينساها. كان مسلسل بتاع ممدوح عبد العليم، ده اسمه ايه، الضوء الشارد. دي كانت مسلسلات بتقول واحنا في اعدادي ثانوي كده، كانت بتقول في رمضان، فدي ما بتتنساش، ودايما حتى لما بتتعاد بحب اتفرج عليها. وانا كبيره بقى اتفرجت على مسلسل بتاع نور الشريف اللي كان فيه، مش عارفه كان اسمه الحاج محمد تقريبا، برضه نور الشريف او حضرة المتهم ابي. دي من المسلسلات اللي الواحد ما بينساهاش. غير دلوقتي طبعا الواحد بيسمع مسلسل وشويه بيتنسى، ما عادش بيجي في دماغك تاني ولا تحب تسمعيه تاني. اما مسلسلات زمان كان ممكن تسمعيها مره واثنين وثلاثه، واعتقد ناس كتير كده، يعني ناس كتير بتحب تسمع المسلسل كذا مره بتاع نور الشريف. طب تقدري حضرتك تقولي لنا أمنيتك إيه في رمضان، أو حاجة مثلا زمان كانت بتحصل تتمني إن هي ترجع تحصل دلوقتي؟ لمة الناس والخير اللي الناس يتمنوه لبعض. لا دلوقتي ما مش كده. يعني برضو البيوت ترجع فيها، تبقى فيها حته اربي شويه في الدين واعلم، يبقى في حته ان احنا نلم عيالنا. ان شاء الله هو الشهر ده مش لازم يعني ان احنا نقول او توقيت في الشهر ده نعمله، ان احنا بقى بعد الفطار او بعد التراويح لما نيجي بالليل نرمي التليفونات ونقعد نحكي. يعني انا كأم او اب احكي لعيالي اللي كان بيحصل، او انا عايز ايه، فكري اديهولهم، مش بس هم ياخدوا فكرهم من التليفون والنت واصحابهم. لازم اقعد واحكي. نفسي قوي اولياء الامور ترجع تتكلم وتحكي حكايات زي ما انا كنت بقعد جنب ستي تقول ده كنا وكنا وكنا. نفسي اولياء الامور بقى دلوقتي او الاهالي في البيوت يرجعوا يقعدوا مع عيالهم ويحكوا لهم، يقولوا احنا كنا بنعمل، عشان لما هم يبقى كبروا يبقى عندهم تاريخ يحكوه. لكن الجيل بتاع دلوقتي لما يكبر هو ما عندوش تاريخ يديه، هو ما عندوش معلومه يديها غير كله من على النت، والنت ثلاث ارباع معلوماته مش صح. يعني ثلاث ارباع المعلومه اللي بتتحط ما هي الله اعلم مصدرها ايه، مش موثوق منه.
وانتوا كشباب صغير بتصدقوا اي حاجه، صح غلط بتصدقوها. فدايما الواحد نفسه دور البيت او دور الاسره يرجع تاني يعلم المبادئ والقيم في المجتمع. تمام ماشي، شكرا لحضرتك يا أستاذة رانيا. شكرا. وكما شاهدتم اليوم لقاءنا مع الأستاذة رانيا سلامة. شكرا لكم على حسن استماعكم. نلقاكم مع حلقة جديدة من برنامج لمة رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.